الحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عزي أنفو ترحب بالجميع داخل وخارج الوطن. موضوع اليوم النتيجة التي سجلها رائد القبة، حصة خاصة نقدر نسميها شكرا لرائد القبة. وراكم فهمتوني، هذا موضوع خاص بالفرق تاع الجهة الغربية، جهة لابول سونتر أوست، وين كل الفرق المعنية بالسقوط يعني نجت بأعجوبة بفضل نتيجة رائد القبة الذي فاز بخميس مليانة على صفر خميس 3-1. رائد القبة دار خدمة كبيرة للفرق المعنية بالبقاء، وهي جمعية وهران، شبيبة تيارت، مولودية سعيدة، رائد أمل الأربعاء، اتحاد بشار جديد، وغالي معسكر. كل هذه الفرق إذا كانت معنية اليوم قبل النتيجة هذه تاع صفا الخميس. لو فاز صفا الخميس كنا نزيدوا ننتظروا الجولة الأخيرة بحول الله، ولكن الآن ما بقاتش، باسكو خميس مليانة كملت، يعني راهي في المرتبة 14 ب 32 نقطة، واللي راهم فوقها عندهم 36 نقطة، يعني 4 نقاط من المستحيل باش تلحقهم، لأن باقي مقابلة واحدة فقط. في حالة إذا فازت ببنعة كنا تكون عندها 35، دونك ما تلحقش لي زيكيب الأخرى اللي عندهم 36. ولهذا كل الفرق نجت بفضل نتيجة رائد القبة الذي فاز ولعب، يعني كان نزيه، وهذا ما نتمناه في كل مقابلات كرة القدم في البطولة الجزائرية في كل الأقسام، عكس ما شاهدناه في عدة مواسم وين l'enjeu, c'est-à-dire l'éthique n'a pas été respectée dans beaucoup de matchs. في عدة مقابلات ما كانش كاين احترام قوانين اللعبة، و يعني هذا يخلينا نقولوا بلي هذا الفريق تاع رائد القبة اسمح لي هذه الفرق من بينها جمعية وهران التي نجت في الجولة ما قبل الأخيرة ولا تنتظر مقابلة القبة. طبعا راني نقرأ ونسمع باللي في حالة ما صباح الخميس دار الطعن والرابطة قادرة تعاود ترجع في القرار تاعها. طبعا هذا كل شيء ممكن في كرة القدم، كل شيء ممكن. هذه الرابطة تاع رابطة الهواة هذا الموسم دارت يعني 3 أخطاء، يعني 3 s'est distingué par 3 affaires qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'exister. والقضية الأولى كما تعرفوا، باش ما نطولش عليكم، قضية مستقبل رئيس اتحاد الحراش اللي قعدت أكثر من شهرين. القضية الثانية تعيين مباراة اتحاد ورقلة اتحاد الحراش في ملعب براتيكمون ما اكزيستيش، نون هومولوغي وبدون جمهور، والفريق اتحاد ورقلة ما راه لا معقب لا والو، عنده ملعب كبير اللي يتسع إلى أكثر من 15,000 متفرج، وهو ملعب يليق، ملعب هومولوغي، ملعب 18 فبراير بورقلة. والقضية الثالثة تاع شبيبة تيارت صفا خميس مليانة، وين كاين غموض في القانون بدون ما نتطرق وما نعاودوش نقولوا هذا الموضوع. إذا هذه الرابطة اليوم يعني تقريبا اسكو نزيدو نقارعوا في مشكلة أخرى، نزيدو نقارعوا أفعال واحدة أخرى؟ اسكو ما نظنش، أنا شخصيا ما نظنش باللي غادي ترجع في القرار تاعها. فريق صفا الخميس مع الأسف الشديد يعني ما يلوم غير نفسه، باسكو كانت عنده مقابلة فوق ملعبه وأمام جمهوره وانهزم فيها أمام فريق ما عنده ما يخسر في هذه البطولة، ما عنده ما يربح كذلك. ودونك صباح الخميس بنسبة يعني نجمو نقولوا 100%، إذا كان هناك موقع يعني يوقع شيء جديد في الأسبوع هذا اللي راه جاي إن شاء الله، ولكن بصفة رسمية فريق صباح الخميس هو اللي سقط، وهذا يخلي جمعية وهران اللي هو الموضوع تاعنا كذلك في هذا السديد. درت موضوع في موضوع جمعية وهران يعني تريح وتتهنى من هذا المشكل، وهذا المشكل تاع البقاء، الصراع اللي هي سبت في روحها، هي تثبت فيه، تثبت لأن نقارنوا بين الباركور. سي فري نعاودو نهضرو، نعاودو نولو، نعاودو توجور لو سوجي نجبدوه ماغري مع يعني كل واحد نعطوه حقه. فريق جمعية وهران كما قال المدرب سي ان تيتر، لو مانتيان سي ان تيتر. طبعا نعطيه الحق انا من جهه، باسكو الفريق بدا روطار، باسكو ليكيب بدات كما تعرفوا 2 سيمان قبل ما تبدا الشامبيون،
سي ان ريكورد، سي ان اكسبلوا. وداروا ان تري بون باركور في لافاز الي، 23 نقطة في المرتبة الخامسة مع شبيبة الأبيار. لافاز روتور ما كانش ان بون ريكروتمون، كاتاستروفيك. لو ريكروتمون تاع اللي ندار في المشتى كاتاستروفيك. الإدارة كان عندها الوقت باش تجيب لاعبين ملاح، خاصة اللاعبين تاع الهجوم. الهجوم اللي يعاني منه جمعية وهران. جمعية وهران لحد الساعة اليوم بعد الجولة 29 سجلت 19 هدف فقط، هي أضعف هجوم هي وشباب مشرية. مازال 19 بيت ماركي سلمون، مازال الآن. لافاز روتور فريق سجل 14 نقطة، فوز واحد فقط داخل ديار مع القبة، فوزين خارج ديار اللي ربما هما اللي ساعدوها بزاف، خاصة الفوز في المشرية 3-2، والفوز اللي سجلته في الجولات الأولى أمام معسكر في معسكر، والباقي كله تعادلات وانهزام واحد هنا في وهران أمام النجم بن عكنون. يعني ان باركور كاتاستروفيك دو 14 بوان. الفريق يعني في نعطيكم حوصلة خفيفة، في لافاز الي سجل 6 انتصارات 5 تعادلات و4 هزائم، سجل 10 أهداف وتلقى 7 أهداف. وفي لافاز روتور ابري 14 ماتش سجل 3 انتصارات، 2 خارج الديار كما قلت لكم، 5 تعادلات و6 انهزامات. راه في المرتبة التاسعة، سجل 9 أهداف وتلقى 14 هدف. بعد في لالي كان عنده بليس 3، دوك راه عنده موان 2، 19 21. سي ان باركور يعني مشوار نجمو نقولوا مشوار تاع فريق روليغاب، يعني نقولوها مع الاسف الشديد. هذا سي لا رياليتي. لي شيفر هما اللي يهضروا، ماشي انا اللي نهضر. لي شيفر هما اللي يهضروا. الفريق تاع جمعية وهران نورمالمون يعني سير لا باز دو ميركاتو تاع المشتى، ما نهضروش على الصيف. الصيف الفريق ما كانش عنده الوقت، وحتى والاخطاء اللي اندارت في الميركاتو باسكو ما اعتمدوش على بعض اللاعبين. جابوا 25 لاعب جدد، منهم كاين واحد 3 ولا 4 ما لعبوش كاع. كاين واحد تبليسه راح، وكاين واحد تليبيرا قالوا تبليسه هو ما تليبيراش، قعد في ليفيكتيف توجور. و 3 ولا 4 ما بانوش. ومن بعد كاين اللي تليبيراو في المشتى، وجابوا 4 واحد اخرين بان فيهم واحد 2 برك اللي هما عريانة خالد اللي دار الدور تاعه كما ينبغي، ماغري محدود فنيا ولكن لاعب عنده الامكانيات، يعني عنده الكاباري، عنده لا فولونتي، يبين باللي لاعب يعني كان مستعد باش يساعد جمعية وهران. وسجل هدف هام جدا جدا بتريز امبورطون كونتر القبة في بوعقل. ولاعب شناني اللي جا من اولمبيك سيدي بن عدال اللي لعب بعض المقابلات، جاب كي جا تبليسه وما لعبش بزاف. غماري كما عرفنا وهضرنا عليه راح ابري 2 3 ماتش، كان عنده مشكل مع الاداره، مشكل انضباطي. واللاعب حداد الياس حداد اللي علامه استفهام الى يومنا هذا، ما عرفناش علاش ما لعباش المدرب ماغري تبليسه، ماغري ريح وتنينا دارين بون بريباراسيون. وكان بري تكلمت معاه انا شخصيا، قال لي راني مستعد باه نلعب، ولكن المدرب ما لعبنيش، مانيش عارف علاش. دونك هنا باش الاداره الحاليه وباش الجمعيه يعني تتبدل من هذا ربما هذا لا كاتريام سيزون دو سويت، الموسم الرابع على التوالي فريق جمعية وهران يلعب ورقه البقاء. وشفت قبيلات انا لا فيديو تاع الفرحه في الفيستيار فريمون، شفت لي كومونتير، قريت لي كومونتير تاع لي سيبورتير، لي بليزيور سيبورتير. هذاهم الحال، قال لك الفريق تاعنا نورمالمون ما يفرحوش بالمانتيان. فريق تاع جمعيه وهران نعقل انا تعرفوا بلي جمعيه وهران توجور دوميني لا ليغ 2، توجور الا توجور دوميني لا ليغ 2، سوا تطلع سوا كلاسي دوزيام تروزيام، جامي لعبت المانتيان حتى لي كارت ديرنيير سيزون بلا ما نشغل 5 ديرنيير سيزون وين جمعيه راهي تلعب ورقه البقاء وتقارع لي ديرنيير جورني. بس لك العام اللي فات كما تعرفوا حتى لا ديرنيير جورني، وهذا العام جاب ربي الحمد لله فريق القبه هو اللي سبق الحدث وخلى الفرق كاع اللي كانت معنيه بالسقوط تريح. اذا هذه اللي بغيت نقولها في هذه الحصه. جمعيه وهران حان الوقت لاعاده امور، اعاده عده تغيير عده اشياء داخل البيت، داخل صدير. نجمو نقولوا بلي هذه سي اون بريمير سيزون تاع الاداره الجديده اللي ربما ما كانش عندها خبره، حتى ولو كان بعض العناصر اللي عندهم خبره كانوا في الاداره. ولكن هذه الاداره تاع جمعيه وهران هذا العام يعني ما خلاتناش من جهه الاعلام نعرفوا يعني لا بوليتيك
لوبجيكتيف لومبيسيون ولافونير اش راه كاين. كاسكو كو كونت فار لا ديريكسيون بور لا سيزون بروشان، اش غادي دير اش غادي ما ديرش. اسكو هاد لا سيزون هادي تكون عندها ديها بعين الاعتبار درس كبير 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 جدا، لان نعاود ونقول عكس ما شفته اليوم، عكس ما قريت اليوم، عكس ما شفت، ماشي جمعية ويران اللي حققت البقاء، ولكن بفضل رائد القبة. هذه لازم الحقيقة، لازم كاين بعدين كاين اللي غادي يزعفوا من هذا الكلام اللي غادي نقوله، ولكن هذه الحقيقة سي لا فيريتي. بيان سور باقي ندرني ماتش مع الأربعة، وكنا كاع متفائلين، ويعني كاع متفائلين باللي الفريق فوق أرضية ميدانية ما يضيعش المقابلة مع أمل الأربعاء، لكن الحمد لله جاء بالصواب. الفريق شفنا المقابلة اليوم في بشار، فريق جمعية ويران ما كانش قوي، ما كانش ضعيف. فريق اتحاد بشار جديد غير في لي ديرنيير مينوت وين فطن وإيسيا دوميني. كانوا سامعين الريزولطا تاع الخميس هي اللي خلات ربما المقابلة تخرج عن نطاقها، وما كانش يعني ما كانش فيها لانتونسيتي ولونجاجمون باش كل فريق يلعب باش يسجل الاهداف. كي كنا سامعين الريزولطا بلي قبة راهي ربحت 3-1، سيعرفوا بلي الخميس هي اللي طيح. دونك هذا هو اللي خلى السيسبانس يروح مع لافون ديرنيير جورني. هذا اللي بغيت نقوله في هذه الحصة، والى الملتقى في موضوع اخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.